خلينا نعترف ان مفيش حد فينا بيطيق المذاكره، والوقت اللي بنخش فيه نحضر محاضره ولا نفتح كتاب بيبقى اتقل وقت على قلبنا. بس عمرك فكرت ان العيب ممكن ما يكونش فيك، وممكن يكون من المناهج اللي مش عارفه توصل لنا بطريقه لذيذه؟ المره دي دورنا لكم على اغرب المناهج الدراسيه في العالم. انا فانا امام، وما تدورش ورانا. أول حاجة، لو دمك خفيف، وطبعا ده 90% من المصريين، يبقى ممكن تدرس في معهد المهرجين في أمريكا. المعهد بيدرس لك ليه الكوميديا بتنجح، وإزاي يكون في نكتة قلشة ونكتة تضحك بجد. وأهم حاجة إن أنت بدل ما هتدرس معادلات ورموز كيميائية، هتحفظ إفيهات وكوميكس. شفت راجل بلدياتنا عايز يعمل شعره كانيش حاطط الماء في الخلاط. إيطاليا من كتر حبها في الآيس كريم بقى عندها جامعة اسمها جيلاتو، هتدرس فيها كل حاجة تخص الآيس كريم، يعني حرفياً هتاكل المنهج أكل. الله. جامعة أوهايو بتدرس كورس كامل عن هاري بوتر، ومن ضمن المنهج الدراسي ده إنك هتحفظ كل الوصفات السحرية بتاعت الأفلام. عايزة تحس إن أنا ساحرة إزاي؟ نازلة لكم السقف وعاملة لكم نار. جامعة بالتيمور جامعة حويطة جدا، وعايزة تكون مستعدة لأسوأ الاحتمالات، علشان كده بيدرسوا منهج عن كيفية مواجهة الزومبيز لو حصل واحتلوا العالم. والله جامايكا. لو مامتك بتقولك يا ريتك تحفظ المنهج زي ما انت حافظ المسلسلات كده، يبقى جامعة ويسكونسن هي أنسب مكان ليه، لأن الجامعة دي بتدرس كورس عن المسلسلات التلفزيونية، وبتستخدم كل أحداث المسلسلات في البحوث الاجتماعية بتاعتها. يعني كل ما هتحفظ البطل والبطلة اتخانقوا ليه، كل ما درجاتك هتزيد في الفاينل. سأحطم هذا اللعين. وده يطلع مين؟ ده فليب يقطعه. لو بتحب المزيكا والأغاني والهيدفونز على طول على ودانك، يبقى جامعة ليفربول بتقدم لك أحسن ماجستير ممكن تحلم بيه. تخيل تدرس في المدينة اللي بيلعب فيها محمد صلاح، وتكون مذاكرتك إنك تسمع أغاني ليل نهار. أكيد في ناس كتير مننا ما بتحبش الفيزياء، لكن جامعة كاليفورنيا بقى عملت طريقة هتخلي الطالب يذاكر فيزياء ليل نهار. الفكرة بسيطة جدا، إن هم ربطوا المنهج بقدرات السوبر هيروز، يعني مثلا معدل تسارع سوبرمان وهو بيطير، وإزاي الحبل يكون بيستحمل وزن سبايدر مان، والضغط على أكوامان تحت المية بيبقى كام باسكال. إيه رأيكم بقى في المناهج دي؟ أنهي منهج فيهم ممكن تجيب فيه امتياز مرتاح؟